يتطلع المغرب إلى تحقيق رؤيته في إنتاج أول طائرة محلية الصنع بالكامل قبل عام 2030 وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. يعتبر قطاع الطيران من أبرز القطاعات التصديرية في المملكة، حيث تضم منظومته العديد من الشركات، وشهدت صادراته زيادة بنسبة 2.1% في العام الماضي لتصل إلى 21.8 مليار درهم. وتبلغ نسبة المكون المحلي في صناعة الطيران حالياً 40%، وتسعى المملكة لرفعها إلى 100%، وهو ما يشكل جزءاً من الجهود الرامية لتعزيز الاعتمادية المحلية وتحقيق الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي. يعتبر تحقيق الهدف المتمثل في إنتاج طائرة كاملة في المغرب قبل عام 2030 تحدٍ كبير ورؤية طموحة تعكس التزام المملكة بالتطوير والابتكار في صناعة الطيران. تصنع شركة إيرباص أجزاء مهمة من طائراتها في المغرب، مثل الصفائح المعدنية وأجزاء من المقصورة الداخلية والغلاف المعدني للمحرك والأسلاك الكهربائية. توفر المملكة أيضاً عمليات تشغيل واختبار المعدات وخطوطاً خاصة لتجميع أجزاء الطائرات، وذلك من خلال 3 مواقع صناعية في المملكة. يعتبر المغرب الآن الرابع عشر عالمياً في صناعة الطيران، حيث يمكن لشركاته تصنيع أي قطعة من الطائرة بفضل الخبرة والتقنيات المتطورة المتوفرة. صناعة الطيران في المملكة المغربية شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، حيث نمت وتطورت لتضم الآن بعضاً من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال. وتعتبر الشركات الرائدة مثل بوينغ وإيرباص وبومباردي وسافران وسابكا جزءاً من هذا النجاح. ولم يتوقف التقدم عند هذا الحد، حيث أعلنت شركة فيجياك أيرو عن افتتاح وحدة صناعية جديدة في مدينة الدار البيضاء مخصصة لإنتاج قطع رئيسية لحاضنة محرك الطائرة من طراز إيرباص A320 نيو. تلك الخطوة الجديدة تعكس التزام المملكة بتعزيز صناعتها الجوية والاستثمار في قطاع الطيران، مما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمركز لتصنيع وتوريد الطائرات. وبهذه الإضافة، يتوقع أن تستمر الصناعة الجوية في المملكة في التطور والنمو، مما يعزز الاعتراف العالمي بقدرتها على تقديم منتجات عالية الجودة في هذا المجال المهم. يبرز هذا التطور في قطاع الطيران في المملكة المغربية القدرة القوية والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع. يعكس هذا التطور التزام المملكة بالابتكار والتطوير المستمر، ورغبتها في تحقيق النجاح والتميز في السوق العالمية. بفضل الاستثمارات الكبيرة والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، أصبحت المملكة قادرة على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة والمعايير في صناعة الطيران. تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية تؤكد على رؤية المملكة لتحقيق التطور الشامل وتعزيز قطاع الطيران كجزء أساسي من اقتصادها. ومن خلال التزامها بالابتكار والتطوير، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطيران العالمي وتحقيق التميز في هذا المجال المهم. صناعة الطيران معقدة كثيراً وتتطلب مهارات عالمية، ومن يتقنها يمكنه صناعة أي شيء. يبدو أن المغرب في طريقه لتحقيق هذا الإنجاز الرائع في المجال الجوي.